هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. دي فلوج جديده على الشانل، بس المره دي انا مش رايحه الكليه. كنت عايزه اخدكم معايا في الاكسبيرينس دي، لان هي تبقى اكسبيرينس يعني اول مره اعملها في حياتي بجد، يعني متلخبطه قوي مش عارفه اقول ايه. بس يا جماعه انا اول مره هسافر لوحدي النهارده. انا رايحه سيوه مع اصدقاء ليا، هنقعد 4 ايام. مش معايا الترايبود بتاعي، مش عارفه احطه ازاي في العربيه، فمعلش بقى نص الدركسيون هياكل نص الكادر. anyways، انتوا هتبقوا معايا يا جماعه في كل خطوه في الرحله دي. اوكي، ابتداء من هذه الخطوه اللي احنا فيها، ان احنا دلوقتي هنروح السوبر ماركت، هنجيب شويه سناكس وشويه حاجات كده. عايزه اجيب حاجات اللي هي الفيرست ايد، مثلا بلاستر، ميكروكروم، كده لاي حاجه، لان احنا طبعا هنبقى في صحراء، هنعمل هايكنج، هيبقى في مكان ناتشورال اكتر، وهيبقى فيه ادفنتشرز كتير. فانا مش عايزه ان انا مثلا اتعور او كده، ميبقاش معايا حاجه. مش عارفه ليه النظره السوداويه دي، بس سيفتي فيرست. احنا دلوقتي هنتحرك. انا مش بعرف اصور وانا بسوق خالص لاني بتوتر، فاول ما نوصل هاخدكم معايا، وبعد كده بعد ما نروح هنباكت شنطه مع بعض. بجد الشنطه انا بقالي يومين قاعده بفكر هباكت ازاي، بس كل حاجه ملخبطه في بعض، لان انا عايزه اصور كونتنت، فعايزه البس لبس مريح، وعايزه البس لبس شيك في نفس الوقت علشان الانستجرام وكده، وفي نفس الوقت عايزه ما اخدش يعني هدوم كتير عشان الشنطه ما تبقاش تقيله. فمع ان انا مش هشيلها فوق دماغي يعني، بس اللي هو مش عايزه اخد هدوم كتير. في نفس الوقت بيقولوا ان درجه الحراره هناك بالليل بتبقى 5 سيلسيوس ديجريز، بتبقى 5 مئويه يعني تلج. فازاي بقى هنجمع ما بين الياكه وان احنا نتدفى و ان احنا نبقى كومفي مرتاحين في اللي احنا لابسينه؟ ف حاجه صعبه قوي بجد، يعني مش عايزه ابقى تافهه، بس هي فعلا بالنسبه لي حاجه صعبه قوي. خلاص enough talking، علشان يا دوب يعني الساعه دلوقتي بتاع 3:30 او كده، يا دوب على ما ارجع تبقى 5، احضر الشنطه واطير على طول. انا في السوبر ماركت بقى. اوكي يا جماعه، احنا كده وصلنا. انا عارفه ان اللايتنينج مش احلى حاجه، بس كانت يعني سواقه عجيبه غريبه مش عارفه، بس وصلنا بسلام والسوبر ماركت ورا. فيلا نروح نشوف احنا هنشتري ايه. هو بيسكلي قبل ما استعجل واقول لكم يلا، انا عايزه اشتري اللي هو سناكس، عايزه اشتري زي ما قلت لكم حاجات الفيرست ايد، وعايزه اشتري بيكري، بس مش كتير يعني، اللي هو ايه 2 كده 3 كده هناكل هناك، بس اللي هو ايه يعني لو بالليل مثلا جوعت او كده. فاتمنى ان انا ما اخرجش عن بادجت الحاجات دي. رجعنا مكان ما بدأنا. رحت السوبر ماركت اللي احنا كان المفروض نروح له في دريم، لقيت اللي هو سعودي، لقيته قافل. اول مره في الكون تحصل، تقريبا قلبوه كافي شوب. فكنت هروح مول مصر، بس بجد كارفور زحمه قوي واللاينز وكده، وانا ما عنديش وقت. فقلت خلاص هشوف حاجه في المكان اللي انا ساكنه فيه وبتاع. انا مش بعرف اركن العربيه فالموضوع صعب قوي. رحت كده مكان، جبت لمامتي وصلة شاحن علشان الشاحن بتاعها باظ، وهنزل دلوقتي على رجلي عشان انا مش بعرف اركن العربيه. ايه بقى، هنجيب الحاجه، فيلا بقى. شكلنا مش هنروح النهارده. مش عايزه اكون متشائمه واقعد بقى افكر في من اولها كده الدنيا ومش الدنيا، بس خير خير ان شاء الله. كل تأخيرة وفيها خيرة. اكيد مثلا هناك الاسعار كانت غالية، فعشان كده ربنا شاء وانه كان قافل. مش عارفة بقى. هننزل دلوقتي نمشي على رجلينا وهنروح نجيب الحاجة. هاي يا جماعة، ويلكم لاوضتي اللي انتوا يعني مش غريبة عليكم وكده كده متعودين عليها. اللي حصل يعني طبعا مفاجأة ان انا مش في السوبر ماركت ومفيش اي حاجة، ان انا زي ما قلت لكم رحت كل حتة لقيتها قافلة، فنزلت جبت الحاجة على رجلي. فتعالوا اوريكم بقى انا جبت ايه هنا. يا رب الموبايل ما يقعش. نحاول نعمل السلك كده. حياة اليوتيوبر صعبة طبعا، يعني زي ما انتوا شايفين او مش شايفين، دي بس نبذة عن الأوضة يا جماعة. الأوضة كلها من حواليا متمرمطة، ولسه هنمرمطها اكتر علشان خاطر نباك الشنطة كويس. فتعالوا اوريكم انا جبت ايه.
حاسه انا كنت محتاجه اعليه اكتر. بصوا جبت اللي انا قلت لكم عليه ده اللي هو البلاستر. اوكي، وجبت بلسم. دي اساسيات السفر يا جماعه. جبت بقى ايه سناكس كتير، يعني جبت شيبسي على ساندوتشز على بيبسي، حاجات كده مش عشان الطريق بس، زي ما قلت لكم يعني احنا عندنا 2 ميلز بس، بريكفاست ودينر، خايفه اجوع فلازم أأمن نفسي. ده كان كل حاجه ليها علاقه بالحاجات اللي انا اتبهدلت من الصبح عشان اجيبها. بجد انتوا متخيلين التفاهه؟ بس لا بجد انا كنت عايزه اروح سعودي او كنت عايزه اروح كارفور عشان بيبقى عندهم حاجات احلى، بيبقى عندهم باتيهات بقى وعروض عليها ومش عارفه ايه. سعودي كان فيه سناكس لذيذه قوي كده هو بيعملها زي فرايز ومش عارفه ايه، فللاسف هو قافل فمعرفتش اجيب كل الحاجات دي. بس it's okay we're still gonna have fun. الاصعب ان احنا دلوقتي هنعمل الشنطه، وللاسف انا هضطر اعلي صوتي وهتسمعوني من غير مايك علشان خاطر المايك بتاعي مش وايرلس، وانا لو اتحركت الموبايل هيتقلب في الارض، هحاول اعلي لكم الصوت. عايزه بس افضي السرير ده علشان نعرف نحط الشنطه. كمية حاجات بجد مش عارفة، بجد انا لو بعزل، لو بهاجر، لو رايحة اكتر من 3 ليالي يا جماعة هعمل ايه؟ يعني هشيل ايه ولا ايه؟ مش عارفة. لا والخوف بقى، الخوف بجد ان انا بعد ما يعني اباك كل الحاجات دي اروح هناك احس ان انا ناقصني حاجة، تبقى كارثة بجد كارثة. كل ده لبس انا مش عايزاه، كل ده مش عايزاه، تقيلة قوي. وانتوا يعني مش غرب. يلا بينا. هيقع الموبايل بيقع. مش هقدر اكدب عليكم ولا افوت لحظه، بس I went off كاميرا وبدات ان انا اقيس كل الاوتفيتس على بعض علشان خاطر اتاكد ان انا واخده كل حاجه صح، وحاسه اني واخده كل حاجه صح، وكمان معايا اوتفيت زياده. ممكن بقى ايه ابقى اتقل يعني حاجات من تحت لو حاسه اني بردانه او كده. انا دلوقتي بتغدى يا جماعه، يعني اتفضلوا معايا والله انا اللي عامله الاكل، واهم حاجه البيبسي الدايت. يعني حضرت الشنطه بس حاسه اني متردده قوي في حاجات كتير، مش عارفه، حاسه انها تقيله فمش عارفه. انا في الاسانسير يا جماعه خلاص، ورايحه المكان علشان الحق الباص. يا انا سامحك السماعه وسامعك. دي عامله طيبه. هو ليه كله بيركب الباص بيعمل طيب؟ على فكره انا عادي، تعالي شخصيتك عادي. انا اسفه من كده. الرحله بجد كانت مرهقه قوي، وقعدنا نهزر ونضحك طول الطريق، ومحدش فينا كان عارف ينام قوي لان الباص يعني صعب ان انت تنام فيه لانه مش مريح احسن حاجه عشان الكراسي وكده. فصورت لكم طلوع الشمس او اللي هو السان رايز. وده منظري بالتeddy bear. بعد 12 ساعة متواصلة اتحركنا الساعة 12 بالليل من القاهرة، وصلنا الساعة 12 الصبح في سيوة. بدأ يظهر شوية معالم من واحد سيوة وكنا مبسوطين جدا. دلوقتي بقى انا هفرجكوا على الاوتيل وهفرجكوا على انا كنت قاعدة فين. بصوا ده اول حاجة المدخل بتاع الاوتيل. هو طبعا الاوتيل كله ناتشورال جدا، مستوحى من الطبيعة، مفيهوش اي حاجة artificial. حتى الكهرباء هناك بتشتغل بالطاقة الشمسية، يعني بالليل النور كان بيقطع عادي لو اللمبة الطاقة بتاعتها خلصت اللي هي السولار انرجي. كل حاجة ليها علاقة بالطبيعة وبس. وده البول اللي انا كنت هموت وانزله، بس بجد الجو كان برد جدا. والاريا دي هي الارياز اللي كان فيها الاوض اللي احنا كنا قاعدين فيها. والحلو في الاوتيل ان هو برايفت قوي، اوض كانت على عدد الجروب بتاعنا، فكنا احنا بس، بلس ان كل اوضه كان ليها اسم. انا اوضتي كان اسمها لينسي. اوكي يا جماعه انا وصلت الاوضه، بصوا هي الاوضه عامله كده حاجه يعني ناتشورال خالص. بصوا
اوكي طبعا اوريدي انا وماي روم ميت انباكت بعض الاشياء لان احنا كنا بنموت. ده السرير بغض النظر عن حاجتنا. دي اللمبة سو كيوت. باقي الأوضة في هنا سيتنج كورنر، وفي هنا مراية كنت انتوا شفتوها في الأول. وطبعا الباثروم أو الحمام يعني هو لذيذ قوي كده، ومراية. مش عايزة أظهر طبعا لأن أنا مش قادرة. بعدين رحنا نفطر وبدأنا بقى الاكسكرشن بتاع النهاردة، وده كان مكان الفطار. كان بيسفل جدا، والفطار كان عبارة عن فول وطعمية ومربات أو جمع مربى بقى، وفطير وأومليت وجبن ونسكافيه. قلت برضو احط لكم البروجرام زي ما احنا عملناه مع الشركة علشان لو حد بعد كده حابب يروح وعايز ريفرنس يبقى موجود. اوكي يا جماعة، مش عارفة انتوا تسمعوني من الهوا ولا لأ، بس احنا فطرنا غيرنا. دلوقتي احنا هنروح نتعشى في جزيرة اسمها طغاغين او طغانين حاجة كده، وبعدين هنروح هوت اند كولد سبرينجز. حاساها تبقى لذيذة قوي وبس. وبعدين رحنا نتغدى في مكان في المدينة، بصراحة أنا مش فاكرة اسمه ايه، بس الغدا كان رز وفراخ وسلطة وشوربة خضار. الفراخ بتاعتهم كمان كنا فاكرين ان هم حاطين عليها كراميلايزد اونيون، بس طلع عادي تمر. بعد كده رحنا في مكان في نص الصحراء، هو عبارة عن هوت اند كولد سبرينجز. الجو كان حوالينا تلج بجد تقريبا 10، بس خدنا الريسك ونزلنا، وبجد كانت أحلى حاجة في الرحلة. خدنا الجيب مع عم راتب، هو من ألطف الناس اللي احنا بجد قابلناها في حياتنا. وطلعنا على الصحراء وعملنا بقى شوية ألعاب، قعدنا في مناظر طبيعية تحفة هتشوفوها في الفيديوهات الجاية، وقضينا اليوم كله في الصحراء. وهنا بقى العربية كانت طالعة ونازلة من الرمل، حاجة يعني أنا قفلت الصوت من كتر السويت. اخر حاجة عملناها اليوم ده رحنا كامب اسمه تاسيلي، كلنا برضو رز وفراخ وشوية سلطة، والمختلف ان كان فيه فرايز. قضينا وقت حلو قوي وقعدنا نغني ونرقص معاهم بالسيوي، بجد كان اليوم تحفة.
تالت يوم بقى بصراحة هو كان حلو ووحش في نفس الوقت. حلو لان انا مهتمة جدا بالاثار وبالحاجات دي، فكنت حابة قوي اسمع اللي التور جايد بيقوله، وسبتلكوا برضو اللي هو قاله هنا في الفلوج. بس الوحش في الموضوع ان الجو كان برد قوي، فالبورت الاولاني بتاع الزيارات كان حلو، البورت التاني لما جينا ننزل السولت ليكس الجو كان برد قوي، وكنا طالعين يعني مبلولين وسط البرد، ما كانتش الطف حاجة. بس ما اقدرش اقول عليه يوم يعني 100% وحش، لان هي كده كده تجربة جديدة. مالك 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 مش قادر. الناس اللي عايزه تطلع تشوف الفيديو ده النموذج. فبدأوا يمروا عن طريق واحد سيوة او سخت ام، فلقوا ان فيها نخيل وفيها ابار وفي نفس الوقت ما فيهاش بشر، فاستغلوها ان هم يستريحوا فيها، يعملوها كارست ليهم، وبعد كده بيكملوا الطريق بتاعهم للسفر. فقعدوا السنين ان هم بيستخدموا سيوة كارست ليهم لغايه لما حصل لهم جفاف. جم قبائل من هناك او بيوت من هناك قالوا ان احنا بنروح الحج لقينا مكان فيه حياه وفيه ابار وفيه نخيل، فاحنا نقدر ان احنا نهاجر ليه ونقعد ونستقر هناك. فجم 40 بيت من الامازيغ وصلوا لواحد سيوه واستقروا في الواحه، وبداوا ان هم يعملوا القلعه بتاعتهم اللي هي قلعه شالي. تمام؟ قلعه شالي احنا قلنا معناها المدينه دي اللي احنا فيها. اما شالي غادي يعني شالي القديمه، غادي يعني القديم. تمام؟ فاحنا كسيويين بنقول عليها شالي غادي. فالمهم اول ما عملوا القلعه عملوها بالطراز الامازيغي بس بالموارد السيويه. الطراز الامازيغي ان هم عملوا ليها باب واحد بس بيتفتح مع شروق الشمس وبيتقفل مع غروب الشمس واسمه الباب انشال. وتاني حاجه ان الطرق بتاعتها كلها ضيقه علشان العدو لو جاي باعداد كبيره ان هو ما يقدرش يخش باعداده كامله، ان هو يخش باعداد متفرقه وان هو يقدر يقضي عليه. وتاني حاجه التالت حاجه ان هم عملوا بير ليهم فوق القلعه او داخل القلعه عشان ما يقدروش، علشان ما يقدرش العدو ان هو لو عمل لهم حصار ما يموتوش من العطش او الجوع. ايه بقى الموارد السيويه؟ اللي هي الكرشيف اللي هو الطوب الملحي والطين اللي انتوا شايفينها ده. الطوب اللي هم بانيين بيه مش طوب عادي، ده طوب ملح. احنا لما نروح سولت ليك هتلاقوا ان الطوب الملحي ظاهر بكميات رهيبه، فالطوب ده استغلوه ان هم يبنوا المباني بتاعتهم، والطين بتاعتهم بيجيبوها من جبال في المراقي، منطقه اسمها المراقي. بيخمروها لمده 30 او 40 يوم وبعد كده بيضافوا عليها قش وبعد كده بيستخدموها في البناء. فالامازيغ بداوا او لما خلصوا ان هم يبنوا القلعه بداوا العرب يجوا من الصحراء علشان ياخدوا الخيرات بتاعه البلد ويرجعوا للصحراء بتاعتهم علشان هم كمان حصل لهم جفاف. فبداوا الامازيغ ان هم يصدوا هجمات العرب، فحصل ما بينهم حرب لغايه لما العرب ما لقوش ان هم يقدروا ان هم يهزموا الامازيغ بسبب الحصن بتاعهم او القلعه بتاعتهم. فاتفقوا او عملوا صلح ما بينهم وما بين الامازيغ، فالامازيغ قبلوا بانهم يعملوا صلح، وغير كده قبلوا بالجيره بتاعتهم عكس العرب علشان العرب ما يقبلوش بجيره اي حد غير دمهم يعني بره دمهم. اما الامازيغي بيقبل بجيره اي حد فقبل بجيره العربي، وبقوا مجتمع واحد قاعدين في قلعه واحده وفي مكان واحد، وطلعوا المجتمع السيوي اللي هو الميكس ما بين العربي والامازيغي. فعشان كده في كتاب مقدمه التاريخ في كتاب ابن خلدون ذكر ان سيوه هو المجتمع الخليط ما بين العربي والامازيغي. بعد كده جم قبائل كتير من العرب وقبائل من تركيا وقبائل من الديانه اليهوديه وبداوا يستقروا في واحد سيوه، فبقى عندنا ميكس بقى لشعوب كتيره جدا اللي هم السيويين دلوقتي اللي هم 11 قبيله و12 شيخ، وبداوا ان هم يعيشوا في مكان واحد وبالنظام القبلي، غير عكس النظام الامازيغي اللي هم البيوت. بداوا ان هم يمشوا بالنظام القبلي ومشايخ وعواقل ومستشارين ليهم، وده النظام بتاعهم لغايه لما دخل الحكومه لينا في سيوه في عصر الملك فاروق، وبدا في النظام اللي هو الحكومي او الملكي، وبعد كده اتقلب للجمهوري. في حد عنده اي سؤال عن القلعه؟ اخر حاجة احنا رحنا زورنا معبد التنبؤات او معبد امون اللي زاره الاسكندر الاكبر، وبعد كده رحنا السولت ليكس.
اخر اليوم خالص اتغدينا، بس ما كانش لا فراخ ورز، كلنا زي فطير شرقي واحنا جوه الهوت سبرينجز. دي اوسع. او معبد تويج الاسكندر او قلعه شالي القديمه. 5 اسماء دول اسامي المعبد. في الاول لازم تعرفوا ان في فرق ما بين معابد العباده ومعابد التنبؤات. معابد العباده موجوده في كل المناطق وكل الديانات، اما معابد التنبؤات نادره جدا ومفيش زيها في العالم الا 7 معابد بس، واشهرهم معبد دلفي اللي موجود في اليونان، وبيجي معبد امون بعديه. دول الموجودين المعابد التنبؤات. المعبد التنبؤات اللي في سيوه متكون من حاجتين. اول حاجه البير المقدس، لما هتطلعوا كده هتبصوا على الشمال هتلاقوا بير، ده اسمه البير المقدس. وتاني حاجه قدس الاقداس اللي هنطلع وهنشوفها فوق. البير المقدس ايه اللي بيعملوا فيه؟ ان هم بيستقبلوا اي حد علشان يعرف التنبؤات بتاعته، ان هو بيخش البير المقدس ويستحمى من المياه المقدسه، وبعد كده بيطهر نفسه من الذنوب والخطايا في معتقداتهم، وبعد كده بيلبس الزي الجديد، وبعد كده بيطلع لقدس الاقداس علشان يتنبأ بالاسئله بتاعته. بعد كده قدس الاقداس متكونه من حاجه واحده، هي اوضه واحده اسمها قدس الاقداس. بتسمت قدس الاقداس عشان هي اكتر قداسه في المعبد، وعلشان تمثال العباده او تمثال الاله موجود في نص الاوضه، وعلشان الاوضه كلها معتمه تماما ما فيهاش اي مصدر ضوء غير شباك واحد بس، وعلشان السقف بتاعها متكون من سقفين مش سقف واحد، علشان الكاهن الاعظم بيكون عنده دهليز بيوصله ما بين السقفين، وعلشان لما بيتكلم بيكون عنده صدى صوت علشان الناس لما بتسمعه تحس برهبه او خوف من كلامه. ايه المهم في المعبد اللي احنا موجودين فيه وايه اللي شهره؟ اللي شهره نبوءات الكهنه اللي موجودين هنا عشان تنبأوا بهلاك جيش قنبيز العظيم. قنبيز كان ملك فارسي، وكان امر جنوده المتكونين من 40,000 مقاتل ان هو يجي سيوه ويدمر المعابد اللي موجوده هنا ويقتل الكهنه، وبالفعل قطع طريقه من الواحات ودخل على الصحراء بتاعت سيوه، والكهنه تنبأوا بانه هيتهلك في الصحراء، وبالفعل الجيش بتاعه كله اتهلك. ما نجاش غير جندي واحد بس وصل واحد سيوه وآمن بالآلهة اللي هنا وآمن بالكهنه، وعلشان كده النبوءات بتاعته اشتهرت وكان ليهم صيت عالمي على العالم كله. فعشان كده الاسكندر الاكبر قرر ان هو يجي من اليونان لغايه سيوه، وبالفعل قطع طريقه في 14 يوم ووصل سيوه وقعد 4 ايام بلياليهم. واول حاجه اختلاف احنا هنلاحظه ان الكهنه كلهم طلعوا استقبلوا الاسكندر الاكبر ودخلوه على قدس البير المقدس، وبعد كده دخلوه على قدس الاقداس. اول ما دخل على قدس الاقداس سأل 3 اسئله. السؤال الاول مين قتل والده؟ فجت الاجابه ان هو ابن الاله والاله ما بيموتش. وتاني سؤال هل هيهزم العدو اللدود بتاعه ولا لا اللي هو الفرس؟ وجت الاجابه بالفعل هيهزمهم. وتالت سؤال ان هو يعيش كام سنه؟ فقالوا ان هو هيموت في سن صغير، ان هو مش هيعيش يعني عمر طويل. فبالفعل ال3 اسئله بالنسبه لهم في معتقداتهم برضو ان هي اتحققت، وعلشان كده المعبد اشتهر بزياده ان الاسكندر الاكبر توج بابن الاله، والنبوءات بتاعته اتحققت علشان هو هزم بالفعل الفرس في معركه في بابل، وان هو مات وهو صغير من السن في عز شبابه، فعلشان كده اشتهر بزياده. ده اختصار علشان مش حابب ان انا اطول عليكم. بعدين زي ما قلت لكم رحنا لسولت ليكس، وبجد هي من اجمل الاماكن اللي انا شفتها في حياتي، بس الجو كان برد قوي. وبكده رحلتي في سيوة تكون خلصت ال4 أيام وال3 ليالي. بجد كنت متضايقة قوي ان انا ماشية، والرحلة دي من اجمل الرحلات اللي انا عملتها في حياتي، لان هي بجد لفتت نظري لحاجات كتيرة قوي حلوة في الحياة، وادتني انرجي ان انا اكمل لبكرة.